شكوى من فرج عبد العزيز عبد الوهاب وابراهيم محمود السيد مصطفى وسناء فؤاد صالح. بتقول ان هم ساكنين في عشش المظلات في شبرا في الساحل. بيقولوا اثناء مع الساحرة المستديرة مع شقة الملايين مع كرة القدم بنتابع من استاد المقاولون العرب مباراة منتخبنا القومي مع الجابون في إطار استعداد للوصول إن شاء الله إلى مونديال ألمانيا 2006. خطوة هامة قبل المباراة الهامة بالنسبة لمنتخبنا القومي يوم 6 يونيو القادم إن شاء الله مع منتخب السودان في الخرطوم. كل أمنيات التوفيق من خلال الكاميرا في الملعب والقناة الثالثة لمنتخبنا القومي، وإن شاء الله يكون هذه المباراة وهذا المشوار هو بداية الوصول إلى مونديال 2006. Mr. Jangenio, the head coach of Gabon, that's honor for me to be my guest in this interview on Channel 3. I hope because I like Egypt. This country is very good country. The people it's love football, and Egypt have good team. I think today, this night. Gabon bring a good match. For this interview, I know you have a good history with football. You played with Pelé before. What about these memories? Bon, everybody speak this team in 1917. This team it's now every time the good team, Brazilian good team. And the Brazil take the World Cup, and I play on the Pelé and the Gerson, the Rivelino, Tostão, Carlos Alberto, good team. Stay in memory, everybody and the world. Welcome in Egypt. Thank you. It's a pleasure for me. Thank you. Okay, I see you again. يمكن احنا مشاهدينا الاعزاء سالنا المدير الفني لمنتخب الجابون عن هذه المباراه، فاجاب انه سعيد جدا بالتواجد في مصر، وان منتخب مصر منتخب قوي جدا بالنسبه لكره القدم الافريقيه. وسالناه ايضا عن ذكرياته كلاعب من قبل، خاصه وانه كان احد اللاعبين اللي زملوا بيليه اسطوره كره القدم خلال القرن العشرين. فاجاب طبعا عن هذه الذكريات، وانه سعيد جدا باللعب مع بيليه سنة 1970، وإن الكل بيكلموا عن هذه الذكريات عندما زامل بيليه في دنيا كرة القدم وفي المستطيل الأخضر. كابتن إسماعيل يوسف، من خلال الكاميرا في الملعب بنقول أكيد هناك تركيز من الجهاز الفني على تلافي الأخطاء الدفاعية. هناك تعليمات معينة بالنسبة للاعبي خط الوسط والهجوم. 4-4-2 أخبار إيه مع المنتخب يا كابتن؟ تمام الحمد لله. يمكن ولادنا المباراة اللي فات الشوط الثاني ادوها بمستوى كويس. ان شاء الله باذن الله النهارده نطمن على الطريقه ويعني نعمل ماتش كويس ان شاء الله. كابتن اسماعيل يوسف، ايه التعليمات النهائيه اللي اتقالت للاعبي منتخب مصر؟ التركيز، خصوصا ان دي التجربه الاخيره، عايزين نطمن نفسنا ونطمن جمهورنا ان احنا نعمل مباراه كويسه، خصوصا مباراه السودان قربت ومهمه جدا بالنسبه لنا كبدايه ان شاء الله. كابتن احمد عنده 3 حراس مرمى في القمه ان شاء الله. طبعا عبد المنصف لاعب ماتشات دوليه كبيره مع كابتن الجوهري ومنتخب الشباب والاولمبي، فده كان من اساس انضمامنا ليه. احنا بنلعب ماتشات دوليه، فلازم يكون اللعيب اللي بيجي منتخب مصر الحارس بالذات لازم يكون عنده خبره دوليه، فعلى هذا الاساس محمد المنصف معانا.
تسمح لي بس كابتن عصام كلمه لكاميرا في الملعب ونقول استعدادك النهارده. لا والله انا بقول الحمد لله والشكر لله، التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بالتالي احنا عندنا فتره صعبه قوي الفتره اللي جايه، يمكن للاعيبه والجهاز الفني ويمكن بالاخص حراس المرمى والكابتن احمد سليمان. عندنا مشوار صعب قوي، بتمنى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان احنا الثلاثه صراحه، ان كان عبد الواحد ولا عبد المنصف ولا الحضري، احنا الثلاثه موجودين في منتخب مصر عشان نمثل منتخب مصر. وبرضه بالاخص كان برضه اللاعيبه، اي حد يلعب دي اهم حاجه. قلوبنا معاك يعني احنا دي بتاعه مصر، يعني احنا اهم حاجه ان احنا نحافظ على اسم مصر. موضوع بقى مين يلعب دي بتاعه الجهاز الفني، وبعد هم يفكروا ان شاء الله. كابتن بشير التابع من خلي الكاميرا في الملعب، بنقول استعدادكم للمنتخب، واكيد بشير قلب الاسد اللي عليه دور كبير النهارده. والله موضوع قلب الاسد ده بتاع مدحت عبد الهادي مش انا. بنقول برضه بشير قلب الاسد صخر الدفاع بعد مدحت يعني مفيش، وربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله. دي اخر بروفه قبل ماتش السودان، واعتقد ان شاء الله ان احنا النهارده يعني هنعتمد على الاسلوب اللي نلعب فيه في ماتش السودان، ودي هتبقى البروفه الاخيره يعني او الرؤيه النهائيه لماتش السودان وكده. فربنا يكرمنا النهارده ونعمل ماتش كويس عشان ندي ثقه للجمهور وثقه للاعلام ان هم يقفوا جنبنا ماتش السودان ان شاء الله. كابتن احمد سيد سرحان في ايه يا كابتن؟ لا مفيش. لا اكيد في حاجه بتفكر في حاجه. لا مفيش عادي. انا يعني طبعا النهارده انا مش مشارك في المباراه، موجود احتياطي وان شاء الله ربنا يوفق زمايلنا النهارده ان شاء الله، ويقدروا يطبقوا فكر مستر ترديلي اللي هي طريقه 4-4-2. طبعا هي جديده على المصريين، بقالنا كتير المنتخب ما لعبش بيها وكده، وطبعا الواحد بيفكر لو نزل هيعمل ايه، لان انا طبعا بشارك في مكان جديد دلوقتي في باك ليفت، وطبعا المكان الاصلي سيرد باك، فطبعا الواحد بيفكر لو نزل هيعمل ايه ان شاء الله. كابتن جمال حمزه ايه الاخبار يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. اخبار المنتخب ايه؟ كله كويس الحمد لله، كل اللعيبه مركزه، وان شاء الله النهارده تكون ليها تجربه كويسه ونستفيد منها. مش مهم النتيجه، مش يعني ما ببصش للنتيجه، ببص للاداء، ببص ان الراجل عايز يجرب اللعيبه. في طريقه 4-4-2 والله انا شايف ان هي كويسه يعني. انا يعني الزمالك بيلعب بيها ابتدينا نلعب بيها من اول الموسم، لعبنا بيها في ماتشات كتير، الاهلي لعب بيها في ماتشات كتير، فشايف ان هي مش صعبه يعني، بس هي عايزه تركيز اكتر في الملعب، وعايزه تفاهم، وعايزه اللعيبه تتمرن عليها كويس، وده اللي الراجل بيعمله الصراحه يعني. الراجل بيحفظ كويس، يعني في صبر يعني عن ان هو يحفظ اللعيبه، فدي حاجه كويسه. هل في تعليمات معينه بالنسبه لتحركات المهاجمين ولاعبي خط الوسط قبل مباراه النهارده؟ اكيد طبعا، لان ما بقول لك يعني في كل تمرين متهيألي حوالي نص ساعه في تحفيظ للخطه اللي نلعب بيها. شايف ان هي مع الوقت ان شاء الله هتكون يعني هنطبقها احسن يعني، فالناس بس تصبر شويه، وانا شايف ان هي يعني كويس مش وحشه يعني. لتامر عبد الحميد بنطمن عليك، وتقول ايه لجمهور مصر اللي بيناديك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا في عتاب لجمهور مصر على اساس النهارده يقفوا جنب الفرقه، شجعوا الفرقه على السلم، اللي احنا داخلين على مرحله يعني مهمه في التصفيات، وان شاء الله ان يعني نعدي المرحله دي بخير باذن الله يعني. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكركم على وجودكم معانا النهارده وسط الكاميرا في الملعب، وبقول لكم ان شاء الله بنطمنكم وبنطمن كل المصريين. دي طبعا بدايه تصفيات وبدايه. في كلام بيقول الاسماعيلي الزمالك ولا ايه الاخبار؟ هو طبعا يمكن الفتره اللي فاتت دي كان في بعض الاقاويل، وكان في بعض الانديه من ناحيه التجديد وفتح المفاوضات، لان انا عادي بنتهي مع نادي الزمالك، وده ادى فرصه للانديه ان هي تقدر تتعاقد معايا، ولكن الحمد لله طبعا يمكن انا استنيت شويه وصبرت على النادي شويه، لان انا بحب نادي الزمالك جدا واحب ان انا اكمل معاه، واتمنى ان انا اكون موجود معاه لحد ما انهي مشواري. فيمكن اتاخروا شويه عليا مجلس الاداره ان هم ياخدوا قرار التجديد، ولكن الحمد لله صبري دوت جه خير، وان شاء الله مستني قرار المجلس الاسبوع دوت باذن الله، ان انا ان شاء الله اقعد مع الدكتور كمال. وانا طبعا ما اتصال لي ان انا ما كانش ليا شروط خالص، ماليش اي حاجه، ده بيتي وما اقدرش اتنازل عنه، وانا تحت امر النادي في اي وقت يعني. كابتن سمير عدلي ايه الاخبار؟ يمكن شايفين ترتيبات نهائيه قبل المباراه، بنطمن على مشوار منتخبنا. لا ربنا يسهل ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله، وعندي مباراه التجربه الثانيه، ونتمنى نعمل مباراه كويسه باذن الله. المهندس سمير عدلي المدير الاداري لمنتخبنا القومي، يمكن هذه الخطوه القادمه ولا مع حضرتك، وعارف ان لحظات هامه قبل هذه المباراه، الكلمه اللي تقولها من خلال الكاميرا في الملعب تطمن جمهور مصر على منتخبنا. ان شاء الله دي تجربه كويسه، واحنا مستعدين للسودان، والنفسيه كويسه جدا، وكل لعيبتنا جاهزه،
وفي تفاهم كبير ما بين الجهاز وبعض وبين اللاعبين، وان شاء الله بنوع ان احنا نعمل نتيجه كويسه باذن الله. اخر اخبار المنتخب ايه؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا يمكن مستعدين وان شاء الله باذن الله نعمل ماتش كويس النهارده، نطمن جمهور مصر على الفرقه وعلى المنتخب ان احنا رايحين ماتش مهم جدا، بدايه مهمه جدا لمصر كلها، للفرقه، للشعب المصري. نفسنا نفرح، الناس نفسها تفرح، والكره الحاجه الوحيده اللي بتفرح الناس. وان شاء الله باذن الله نعمل ماتش كويس ان شاء الله النهارده، اللي يبقى استعداد كويس لماتش السودان ان شاء الله باذن الله. قلوبنا معاكم ان شاء الله في مباراه السودان. ان شاء الله النهارده ان شاء الله بروفه النهائيه ان شاء الله، وربنا يكرمنا النهارده وناخد دفعه ان شاء الله. يمكن اول ماتش ده مهم ان شاء الله عشان تدينا دفعه بعد كده، والفريق اللي لازم يصعد لازم ما يخسرش بره وجوه، ربنا يكرمنا ان شاء الله ماتش الجاي. اسمح لي ان انا ارجع ل 8 اكتوبر سنه 2000، الهدف رقم 61 دولي لحسام حسن في المباراة الدولية رقم 163 لحسام حسن، ونقول يا رب ان شاء الله في الخرطوم يعيد التاريخ نفسه. على فكرة الهدف ده كان لحسام في مرمى السودان، فاكر يا كابتن؟ الحمد لله، كان في كاس الامم مع كابتن جوهري وكسبنا 1-0 طبعا، وكان فريق السودان كان فرقه من الفرق الكويسه اللي بتلعب قصاد مصر بالذات بصوره كويسه، لكن ان شاء الله نتمنى ان تتكرر، بالذات التصفيات دي مهمه جدا، تصفيات كاس عالم، فهيبقى الفوز فيها ليه معنى تاني ان شاء الله. المقاتل العنيد حسام حسن بدون شك وجوده مع المنتخب بيعطي الكثير من القدوة للاعبي الشباب، والخبرة طبعا كبيرة جدا لكابتن حسام. هذه الفترة بتمثل ايه لحسام حسن بعد هذا التاريخ الطويل مع كرة القدم؟ والله يمكن انا سعيد ان انا موجود في منتخب مصر طبعا، في نفس الوقت انا جاي يعني في وجودي في منتخب مصر بعتبره مجرد يعني بساعد المجموعه، ان احنا ان شاء الله مصر لها طموح ان احنا نوصل كاس عالم بعد الاخفاقات اللي حصلت في تونس ان شاء الله. فانا بتمنى ان انا اساعد واكون ليا دور، اساعد زمايلي، يعني انا جاي في مهمه خاصه، ان عملت انجاز فده البلدي وان شاء الله انا وزمايلي لو وفي نفس الوقت مهمه مش ما كانش اي لعيب ممكن يقبلها، اي نعم يقبلها لمنتخب بلده، لكن في اي حته في اوروبا اي لعيب كبير بيركز في ناديه بس ويوصل لمرحله يقول لك انا مش عايز العب منتخب، لكن انا عندي طموحات وعندي اصرار ان نفسي اعمل حاجه نفرح بيها الشعب المصري، وخصوصا ان تمثيل بلد منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا يعني. فاتمنى ان شاء الله ان اكون ليا دور مع زمايلي سواء في الملعب وخارج الملعب. ده اطلاق صفاره بدايه اللقاء، وفعلا صفاره البدايه من حمص محمد شوقي. ابو تريكه احد مكاسب الكره السنه دي، محمد عبد الوهاب لمحمد شوقي، التمريره لعبد الوهاب، يعدل عايز يرفع، استنى وفات وعنده الفرصه والعرضيه حلوه يا ابو وهاب، حلوه يا عبد الوهاب. وادي واحده المره دي مفيش اوفسايد، في حسن مصطفى، في ابو تريكه، في عرضيه، في ركنيه، الركنيه الاولى لمنتخب مصر اعزائي المشاهدين. محمد عبد الله، فات عبد الله يلعب عرضيه وضربه جزاء على طول، ما ترددش احمد عوده في احتساب ضربه جزاء لصالح محمد ابو تريكه، جنبها على طول احمد عوده، وابدا انذار كمان لرقم 15. هنشوفها بالاعاده مره ثانيه اهو. ادي تمريره محمد عبد الله، لكن الحقيقه ما شفناش ابو تريكه في اللقطه اللي فاتت، ممكن نشوفها من هنا الكادر اوسع شويه. ادي تحرك ابو تريكه الاول اهو، ادي الشده تمام، احمد عوده تمام، وفرصه الهدف الاول لمنتخب مصر، وداخل عبد الحليم ويصد محمد ويصد نجويمه ويحاول يكمل محمد عبد الله، لكن ادي اول فرصه ضائعه حقيقيه ضربه جزاء لمنتخب مصر اهدرها عبد الحليم علي في الدقيقه العاشره. واقع ادي ضربه الجزاء مره ثانيه، وزي ما قلت لكم خرج قبله احمد حسن للاصابه وغير متواجد ميدو، ياخدها مره ثانيه جميمه، لكن ياخد على طول حسن مصطفى ويلعب عرضيه، عبد الحليم اتاخر نجويمه وساب الاثنين المدافعين الكوره لعبد الحليم علي، لكن ما لحقهاش، طويله سنه اهي، وطار عبد الحليم صعبه مش سهله. محمد شوقي واداله الفرصه وابو تريكه والهات، لكن الضغط، ياخد مره ثانيه عبد الوهاب
وحلوه والله عبد الوهاب، تسديده كويسه لكن يطلع على طول نجويمه، تسديد طريقه كويسه. هيغير طالع محمد، اتلعبت العرضيه يا ولد يا محمد عبد الوهاب، والله كويس يا محمد عبد الوهاب، عنده جرأه، عنده حميه. احمد عوده اللي ما اداش انذار للراجل بتاعه في الكره اللي فاتت، وهقول لكم ليه ما نزلش الراجل بعد دي. الهدف يا راجل، ما اعرفش، مفيش صفاره لكن في مفيش رايه لكن في صفاره. نشوف القصه ايه مره ثانيه. خبط عبد الحليم اهو، سيد نبيل خد الكوره، خدها، ما فيهاش حاجه بصراحه كده. هيلعب عبد الوهاب، عرضيه ممتازه الحقيقه، العرضيه ممتازه من محمد عبد الوهاب. رقم 12 بيالا، لا يا راجل، لا يا صبحي يا راشد، خبطه في دماغ الراجل المدافع المهاجم بتاعنا وطلع رامي التماس. يا ريت نعيدها معلش، حاجات صغيره لكن مؤثره جدا، حاجات صغيره قوي لكن بتبين ذكاء المساعد، صح ولا لا؟ مكاننا هنا يسهل المأمورية بالنسبة لنا. حمص عرضية حلوة لكن عبد الحليم علي، وتبقى ضربة مرمى لصالح منتخب الجابون. هيصفر بعد اللعبة دي على طول احمد عودة. فعلا اعزائي المشاهدين، كابتن عبد الظاهر السقا، يمكن بنقول كلام عن الشوط الاول، ايه رايك في الشوط الاول؟ انا من رايي ان الشوط الاول احنا لعبنا كويس، قدرنا نوصل لجون مره او مرتين، بيلعبوا بخشونه جامده جدا. اكيد الراجل دلوقتي خايف على اللعيبه وكده، اكيد هيغير. ربنا معانا ان شاء الله الشوط الثاني، واحنا جايين عشان نستفاد كلنا يعني التجربه دي. اخر اخبار احترافك في تركيا ايه؟ في جديد؟ لا هو كان في جديد، بس هو رئيس النادي قفل اي ترانسفير او اي تعاقد مع اي لاعب من الفرقه وكده، على اساس التيم يفضل زي ما هو. لكن انا لسه لي سنه واحده في النادي وبعد كده هقرر اروح فين. كابتن محمود خواجه يمكن حريص على التواجد في المقصوره الرئيسيه لمتابعه اداء منتخبنا القومي. كابتن خواجه عينيه على ايه في الملعب؟ والله الماتش بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فرقتنا في الاداء بتاعها في تنظيم، منظمين يعني الوقت الشكل العام في تنظيم. الناحيه الدفاعيه نص الملعب، المهاجمين لما الكوره معانا بنعمل ايه، الناحيه اليمين بتعمل ايه، الناحيه الشمال بتعمل ايه، لما تقطع من الكوره بنعمل ايه، دي باينه حاجه جميله. انما طبعا بتلعب مع فرقه مقفله الملعب بالطول وبالعرض، ولاعبتنا واضح ان في خوف من الاصابه ان تلعب بخشونه زياده عن اللزوم، فاللعيب بتاعتنا خايفه شويه. الناحيه الايجابيه بتاعتنا في الناحيه الهجوميه مش اكتف قوي، يعني مفيش ايجابيه جامده قوي، يعني مش غلان على الجول كده، يعني مفيش مش فايتر يعني. جالنا ضربه جزاء عبد الحليم يمكن ما وفقش فيها، انما بنوصل، بس محتاجين تركيز اكتر. انما كناحيه تنظيميه حاجه جميله، في تنظيم يعني ده باين قوي، ودي حاجه كويسه على فكره. كابتن احمد ناجي، مستر مانويل خوزيه, that's honor for me to be my guest, and I would ask you about your evaluation for our national team. Okay, what I see in the first half, I think the players are tired. The other team not attack, playing defense only. It's not a good challenge for the Egyptian team, you know. I thought that what I saw in the match with another team, it's different. One team go to the attack and try to score one goal, but Gabon play in this middle field all the 45 minutes. It's not easy play against this like of team, you know. يمكن تأكيد على هذا الكلام، هنقدر نقول فعلا ان عصام الحضري لم يختبر الاختبار الكافي ليه. صح، ما فيش كوره جت على نص ملعبنا خالص، لان الفرقه الثانيه زي ما قال مستر مانويل بتلعب في نص ملعبها وبتلعب ديفنس، ومفيش لعب ممتع يعني للناس، يعني اللعب كله
بيلعبوا طاف جيم هم كمان قوي، ربنا يستر على لعيبتنا. طيب ما حدش يجرى له حاجه قبل ماتش السودان، طبعا هو الاهم يعني. يمكن احنا مشاهدينا الاعزاء من خلال هذا اللقاء والتقينا مع مستر مانويل خوزيه مدير الفني للنادي الاهلي وكابتن احمد ناجي عن تقييمهم لاداء منتخبنا القومي خلال الشوط الاول. فمستر مانويل خوزيه بيقول ان فريق مصر او حارس مرمى مصر لم يختبر الاختبار الكافي لان افتقاد لاعبي مصر الى الهجوم وتركزهم في الدفاع، ويمكن لم نجد فرصه متاحه للاعبي الجابون لاختبار حارس المرمى. سياده اللواء مدحت شلبي، تقييم حضرتك لاداء منتخبنا القومي في الشوط الاول؟ يعني نقدر نقول طبعا تردلي هو بيلعب المباراتين دول عشان يلم اكبر قدر من الاحساس بكل لاعب في الملعب كفرد، ويلم احاسيس الجماعه، مين افضل افراد ومين افضل افراد يبقوا جماعه مع بعض. عمل ده مع زيمبابوي وكان تجربته في الشوط الثاني افضل بكتير من الشوط الاول. النهارده هو بدأ بدايه مختلفه عن مباراه زيمبابوي، لكن اقدر اقول ان الشوط الاول ناجح جدا دفاعيا لكنه غير ناجح بالمره هجوميا. دفاعيا عصام الحضري تقريبا يعني بيشاهد المباراه زينا بالظبط، لكن وسط الملعب الاطراف اسلام الشاطر من ناحيه اليمين ومحمد عبد الله من محمد عبد الوهاب من ناحيه الشمال، مفيش تكمله هجوميه في الثلث الهجومي، شغالين في الثلث الدفاعي كويس، والاوسط الثلث الهجومي مفيش شغل. محمد شوقي ومحمد حمص الاثنين ما لهمش اختراقات في القلب، فبالتالي عبد الحليم وابو تريكه بعيدين عن منطقه الهجوم الحقيقي، بيضطروا ينزلوا يسقطوا يستلموا لان ما حدش بيجي يزقهم من لاعيبتنا عشان يخشوا لجوه، فبالتالي في افتقار للجانب الهجومي. بنتمنى ان يتم تدارك ده في الشوط الثاني سواء بالتعليمات لنفس اللاعبين او باشتراك لاعب او اثنين او ثلاثه عندهم قدره ان هم يغيروا الشكل الهجومي. كابتن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، تقييم حضرتك لاداء منتخبنا القومي خلال هذه الفتره؟ يعني هو اللي حصل في الشوط الاول طبعا شوط انا في تقديري شوط غير مرضي، لانه يعني التركيز الذهني عند اللاعبين مع فريق هو الفريق مناسب للاستعداد للسودان، لانه بيلعب بنفس الاسلوب الانقضاض القوي والرقابه والضغط في نص الملعب بقوه. كل هذه الامور بتقتضي لياقه ذهنيه وتحرك سريع وتصرف سريع في الكوره. كل هذا كان ناقص في الشوط الاول. اعتقد انه برضو المجموعه اللي بتلعب يمكن ما لعبتش مع بعض كتير، ولكن هم افضل الموجود في الدوري المصري ولا بد ان احنا نعتمد عليهم، ونامل ان شاء الله انه في الفتره اللي جايه يزداد التجانس ونشوف الشوط الثاني احسن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مره ثانيه اعزائي المشاهدين احييكم من استاد عثمان احمد عثمان نادي المقاولين العرب، واحداث الشوط الثاني من لقاء مصر والجابون. حسن مصطفى تكمله ممتازه من اسلام والهدف الاول يا راجل، وفرصه معقوله. عبد الظاهر السقا، حسام ممكن يشوط، وحلوه حسام، حلوه حسام. شوقي طويله، ابو تريكه اختراق من الحته اللي بيحبها، عرضيه نموذجيه حسام حسن، اتلعبت عرضيه ممتازه. حسام حسن في الزمان في المكان في الميعاد. جمال حمزه عرضيه نموذجيه، ضربه جزاء ما فيهاش كلام، ضربه جزاء 200% صح. برافو يا احمد يا عوده. وداخل حسام وجوه الجون، والهدف الثاني 2 لمنتخب مصر احرزهم حسام حسن. ما بيفرقش معاه حاجه، سجل هدفين في 15 دقيقه بالظبط لعبهم، وفازت مصر 2-0 على المنتخب الجابوني. يعني منتخب مصر ملوش دعوه يضغط ويجيب اجوان، وفعلا يطلق حكمنا الدولي احمد عوده صفاره نهايه المباراه اعزائي المشاهدين بفوز منتخب مصر 2-0. كابتن حسام تقول ايه للجمهور النهارده؟ اقول لهم بحبكم، ان هم اللي ادوني دفعه. تعالى اروح لهم وانا هم معايا بس عشان يعني هم اللي ادوني دفعه، وجمهوري هو اللي بيلعبني سواء في النادي وبعد ربنا هو في منتخب مصر. وهنا بلعب باسم مصر كبيره جدا، يعني حاجه عظيمه يعني في بلدنا، فلازم مهما الواحد جاهز او مش جاهز لازم يكون يدي اللي عنده. فانا بشكر ربنا وبشكر جمهوري اللي هو ليه فضل عليا ساعه ما لعبت لحد ما كنت ان شاء الله. بالتوفيق دايما يا كابتن. اهم حاجه اللي جايه، مش مهم الوجه، مشوار صعب واملنا في المنتخب الفتره اللي جايه. المهم الرسم ان شاء الله. سلامتك كابتن محمد عبد الله، ايه اللي حصل؟ في كرة مشتركة كده في نص الملعب، كمل فيها في الدراع وعملت اشعاع الحمد لله، فيها كسر بسيط يعني الحمد لله.
ايه الاخبار؟ هتلحق مباراة السودان ولا؟ لا مش هلحق ان شاء الله، على الاقل 3 اسابيع ان شاء الله. بقول ان مباراة 6 يونيو 6 ان شاء الله هي المباراة الاول الطريق ان شاء الله لتصفية كاس العالم، والناس النهارده شافت الحمد لله المباراة كويسة، عملنا مباراة كويسة سواء الشوط الاولاني او الثاني، وقدرنا نكسب بجولين. مش مهم المكسب طبعا، ويعني مش عايز الناس تبص للمكسب او الخسارة او في المباريات الودية. دي تجربة لابد ان نتعلم من دروسها. الناس لازم تعرف ان احنا الفترة اللي فاتت دي، حتى هو الراجل قال لنا ان المباراة دي هتبقى تجريبية، وهو عامل حمل تدريبي خاص يعني بمباراة السودان. يعني احنا الفرقة زي ما انتم شايفين كلها يعني محملين لمباراة السودان. فاعتقد ان شاء الله ربنا هيكرمنا في مباراة السودان وهنكسب ان شاء الله. التحكيم مفيش مشاكل، التحكيم عندنا مباراة بالنسبة له مباراة رسمية، يعني هي مباراة ودية لكن هي مباراة رسمية بالنسبة له. انا بس اللي عايز اقوله ان احنا لابد ان احنا نتعامل معاها بشكل رسمي اكتر من كده، يعني لو لعيب يستاهل طرد كان يجب ان هو يطرد. عرضية نموذجية وداخل حسام وجوه الجون والهدف الثاني. كل امنيات التوفيق لمنتخبنا القومي خلال الفترة القادمة. كانت هذه المباراة مع منتخب الجابون هي المحطة الأخيرة لمنتخبنا القومي قبل لقاء 6-6 مع السودان في الخرطوم في إطار التأهل إن شاء الله لنهائيات كأس العالم مونديال ألمانيا 2006. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وهذا هو موعدنا المعتاد